فات الدولي المغربي محمد حموني لاعب فريق لو هافر الفرنسي والمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة محط اهتمام كبار أندية أوروبية بعد التألق في كأس العالم للناشئين الذي يقام في الفترة الحالية بأندونيسيا. وأوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن نجم منتخب الأشبال على رادار أندية في ألمانيا، هولندا وفرنسا، أبرزها بروسيا دورتموند وأياكس أمستردام. وشدد المصدر نفسه على أن فريقي أولمبيك ليون الفرنسي وشوتغارت يرغبان أيضا في ضم الحموني. وأشار الموقع الفرنسي إلى أن اختيار حموني رجلا للمباراة التي جمعت منتخب الأشبال ببنما في دور المجموعات زاد من اهتمام الأندية المذكورة. وقدم الواعد حموني أوراق اعتماد بقوة مع أشبال الأطلس في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة بإندونيسيا. وحسب موقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات فإن حموني بصم على حصيلة جيدة في 4 مباريات، سجل خلال هدفا واحدا وكان الأكثر تسديدا على المرمى في البطولة ب5 تسديدات. كما أكد المصدر نفسه أن نجم الأشبال هو الأكثر صناعة للفرص في البطولة بمجموع 13 فرصة والأكثر نجاح في المراوغة، مشيرا إلى أن حموني الأعلى تقييما في المنتخب المغربي ب7.53 كمعدل تقييم.